أكبر غلطة ممكن تعملها بعد الثانوية العامة هي إنك تدخل كلية مش مناسبة ليك وتضيع سنين من عمرك لمجرد إن المجتمع سماها كلية قمة أو استخسار للمجموع العالي. في الفيديو ده هشارك معاك 5 عوامل هتساعدك تختار المسار أو الكلية المناسبة لشخصيتك، سواء جبت المجموع اللي بتحلم بيه أو مجموعك ما كانش أحسن حاجة. فيلا بينا. في البداية خليني أبارك لك على انتهاء مرحلة من أصعب مراحل حياتك، مرحلة الثانوية العامة. أنا عارف كويس إحساس الضغط والتوتر النفسي اللي مريت بيه خلال السنة اللي فاتت، وإنك حاليا واصل لمرحلة من الإرهاق الذهني اللي يخليك عايز تقفل الباب ده تماما. لكن خليني أطمنك، أيا كان اللي جاي في حياتك العملية أو الجامعية بعد كده، أي نعم ممكن يكون صعب لكن مش هيبقى بنفس صعوبة الثانوية العامة. أنت خلاص عديت الصعب ودلوقتي واقف على عتبة مرحلة جديدة وهي اختيار المسار لباقي حياتك. خلينا نبدأ بأول نقطة وهي نظام الدراسة وطبيعة ذهنك. كتير من الطلاب لما بيجي يختار الكلية بيبص لاسم الكلية، شكل التخرج، التكليف، لكن بيغفل تماما عن السؤال الأهم وهو أنا هدرس إيه جوه الكلية أصلا، وطريقة التدريس عاملة إزاي. لازم تعرف يا صديقي إن المناهج بتتقسم لطرق استيعاب مختلفة. على سبيل المثال في مناهج بتعتمد على الحفظ والكلام النظري زي الحقوق مثلا، وفي كليات بتعتمد على الشغل العملي والتفكير المنطقي زي الهندسة أو الحاسبات، وفي مناهج بتعتمد على الاتنين مع بعض زي الكليات الطبية اللي فيها كم حفظ وفي نفس الوقت مهارات عملية. المشكلة لما تكون شخص عملي ما بيطقش القعدة على الكتاب بالساعات وتروح تدخل كلية منهجها بيعتمد بشكل كبير على الحفظ لمجرد البرستيج أو اللقب، أو العكس تماما إنك تكون شخص بيحب المذاكرة التقليدية وتروح تدخل كلية عملية بتعتمد بشكل كبير على المشاريع وحل المشكلات زي البرمجة مثلا. اسأل ناس سبقتك بالفعل في الكلية دي، شوف الفيديوهات التعريفية عن الكلية، شوف يوم الطالب في الكلية عامل إزاي، وما تدخلش مكان مش عارف شكل المعاناة اللي هتقابلها فيه إيه. تمام كده، عرفت نظام الدراسة وطبيعة المواد، ده ممتاز. بس خليني اقول لك يا صديقي ان ده مش كفاية، محتاج تجاوب على السؤال الاهم وهو هل الكارير ده مناسب لشخصيتك واسلوب حياتك ولا لا. وده هياخدنا للنقطة التانية وهي احتياج سوق العمل واللايف ستايل المناسبة لشخصيتك. احنا دلوقتي بنعيش في عصر الاي اي وتطور التكنولوجيا فيه بقى سريع جدا. من 10 سنين في وظائف كانت ملء السمع والبصر ودلوقتي بدأت تتشبع او تتلاشى، ووظائف تانية بدأت تظهر على الساحة. لازم تكون عينك على المستقبل وسوق العمل محتاج ايه. بس الاستثناء المهم هل الكارير ده مناسب لشخصيتي ولا لا. وعشان اقرب لك الصورة اكتر خليني اشارك معاك تجربتي الشخصية. انا لما خلصت الثانوية العامة كنت جايب مجموع 95%، وللاسف بالمجموع ده ما لحقتش اي كلية طبية حكومي، والتنسيق جاب لي حاسبات ومعلومات وتمريض. في الوقت ده حاسبات كانت هي الترند وكل الناس بترشحها لي وبيقولوا ده مستقبل سوق العمل والاي اي والفلوس. لكن لما اخدت فكرة عن المجال وجربته بنفسي لقيت انه مش مناسب لشخصيتي واسلوب الحياة دي. فكرة انك تقعد قدام شاشة بالساعات وتحل باجز او تكتب كود دي ما كانتش مناسبة ليا. فهنا كان في احتياج كبير لسوق العمل ولكن ما كانتش مناسبة لشخصيتي ولا لاهتماماتي. الشاهد من الكلام ده انك لو قدرت توزن المعادلة صح بانك تدخل كلية فيها احتياج شديد لسوق العمل وفي نفس الوقت مناسبة لشخصيتك واهتماماتك، حتى لو كانت الكلية مش حاببها في البداية، صدقني ده هيكون ممتاز جدا. النجاح انك توزن المعادلة صح، وانك تدخل مجال سوق العمل مطلوب فيه وفي نفس الوقت يكون مناسب لشخصيتك، لان دي حياتك اللي هتعيشها 30-40 سنة قدام. وعشان تنجح في انك تلاقي اسلوب الحياة المناسب ليك فعلا لازم تأمن نفسك من اكبر فخ بيقع فيه الطلاب في المرحلة دي وهو فخ المقارنات. احيانا بنغلط وناخد قرار مصيري بناء على تجربة شخص تاني. مثلا صاحبك دخل كلية ونجح فيها وقدر يعمل فلوس وما شاء الله ناجح جدا، فيجي لك تفكير انك لو عملت زيه ومشيت بنفس الخطوات هتوصل لنفس النتيجة. خليني اقول لك ان ده مش شرط ومش لازم ان ده يحصل معاك، لان صاحبك ده مختلف عنك، شخصيته واسلوبه ونقاط قوته وطريقة تفكيره تختلف عنك تماما، فمش شرط اللي يظبط مع غيرك هيظبط معاك انت. لو بصيت حواليك هتلاقي ناس كتير جدا دخلوا كليات وخلصوها وما اشتغلوش بيها او عملوا شيفت كارير بعد كده، زي مثلا الدكتور ايهاب مسلم، واحد من اكبر الاستشاريين في مجال التسويق والاداره وهو في الاصل طبيب بشري، وكذلك الباشمهندس احمد ابو زيد. الهدف من الامثله دي مش انك تستهين بالكليه، ولكن عشان تعرف ان النجاح مش مرهون باسم الكليه ولكن مرهون بالتطوير المستمر وشغفك انت. فحاول يا صديقي انك تدخل الكارير اللي انت مقتنع بيه من
من جواك مش اللي عاجب الناس او اصحابك. وبمناسبة الكلام عن تأثير اصحابك والناس اللي حواليك، ده بينقلنا لفكرة تانية المجتمع زرعها في دماغنا من صغرنا، وهي وهم كليات القمة، انك لو ما دخلتش طب او هندسة يبقى انت كده فشلت. خليني اقول لك بكل صراحة، مفيش حاجة اسمها كليات قمة، في حاجة اسمها شخص قمة في مجاله. الطب او الهندسة كليات عظيمة، ولكن لو دخلتهم وانت مش حاببهم او مش قد التكلفة النفسية اللي هتدفعها، هتحس بانها عبء وطاقة ضايعة في مكان مش بتاعك. وفي المقابل لو دخلت كلية في نظر المجتمع تبدو عادية، ودعمت نفسك باللغات والمهارات المطلوبة في سوق العمل، هتسبق كتير جدا من خريجي كليات القمة. الناس بتتكلم وتنسى بعد اسبوعين، لكن انت اللي في المجال، انت اللي هتعيش مع المحاضرات، انت اللي هتذاكر وهتشيل مسؤولية حياتك العملية. ما تخليش رأي او طموح حد غيرك يحدد مسار حياتك. طيب نفترض انك عملت كل ده واخدت بالاسباب وجات لك كلية بره اهتماماتك خالص ومفيش اي فرصة للتغيير، هل دي النهاية؟ بالعكس، دي ممكن تكون بداية جديدة. لو انت في الموقف ده، اتعامل معاه كفرصة تانية بعقلية حاسمة. اختار كلية الحضور فيها قليل جدا، ويفضل تكون قريبة من بيتك عشان تقدر توفر وقت كبير جدا هتستغله بعد كده. استغلال الوقت ده في مهارة حقيقية مطلوبة في سوق العمل زي البرمجة او المونتاج او التسويق الرقمي. لكن مهم جدا يا صديقي انك تكون واخد الموضوع بجدية، مش مجرد هروب من المسؤولية وخلاص، او بناء على عاطفة وليدة اللحظة. انت كده بتضرب عصفورين بحجر واحد زي ما بنقول، بتعدي سنين الكلية وبتاخد الشهادة اللي بترضي بيها الظروف، وفي نفس الوقت بتبني الكارير الخاص بيك. في النهاية يا صديقي، ما تنساش طبعا صلاة الاستخارة، وافتكر دايما ان الكلية خطوة في مشوار طويل جدا، ومش هي المقياس لنجاحك. اتمنى اكون قدرت اساعدك تشوف الصورة بشكل اوضح. ولو انت بالفعل اتقبلت في كلية طبية، ما تنساش تشوف الفيديو اللي هيظهر لك على الشاشة دلوقتي، فيه تفاصيل هتفيدك جدا. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم.